اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ تعالوا بقى اقول لكم على تتبيله ونعمل احلى غدا ممكن تعمليه بجد في حياتك، والفراخ مشويه وتطلع بصي معاكي بسيطه وسهله جدا ومستويه وتستوي بسرعه، ما خدتش مني وقت كتير خالص. تعالى اقول لكم بقى. اول حاجه معايا دلوقتي فرختين، هشيل منهم سلسله الظهر زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي اكسر كده العظم. يعني انا عملتها بالنص كده، هسيبها، شلت بس سلسلة ظهر وهسيبها زي ما هي كده زي ما انتم شايفين. ودي الفرخة التانية برضو شلت برضو منها سلسلة ظهر، وهبتدي اعمل لها فتحات كده زي ما انتم شايفين عشان لما اعمل التتبيلة تبقى تتبيلة تدخل جوه الفراخ وتديني طعم من جوه الفراخ، تلاقيها واخدة من التتبيلة كده زي ما انتم شايفين كده. بالسكينة بعمل فتحات كده، وهنا برضو هكسر العظم زي ما انتم شايفين كده، بعملها بالسكينة بكسر العظم عشان هي داخلة الفرن او على الشواية. العظم لما بتكسريه في الفرن بتسويه الحاجة بسرعة، يعني بكسر العظم عشان تسرع تسوية الفراخ معايا زي ما انتم شايفين هنا. او معايا التتبيلة بقى، اول حاجة معايا بصلاية كبيرة، بصلاية كبيرة هبشرها كده زي ما انتم شايفين، ومعايا برضو 3 طماطميات برضو بشرتهم زي ما انتم شايفين كده بالمبشرة. وهنا هنزل بقى بالتوابل، معلقة كده من الملح، معلقة كبيرة عشان هعمل فرختين فهستخدم معلقة كبيرة، ومعلقة برضو كبيرة من الفلفل الاسود، وهحط برضو كاري وكركم، وهحط برضو اهم حاجة بقى اللي تسرع تسوية الفراخ، دبس التمر او دبس الرمان، برضو بتدي طعم ونكهة جميلة وبتسرع برضو تسوية الفراخ معايا. وحطيت برضو عسل، معلقة كده صغيرة من العسل الابيض. وهبتدي دلوقتي اتبلها زي ما انتم شايفين كده. بعمل الفراخ كده زي مساج، بدخلها كده جوه التتبيلة مساج كده زي ما انتم شايفين من الوش ومن الظهر. وهدخلها برضو التلاجة ساعتين في التلاجة. وابتدي دلوقتي هنا بعد ساعتين بقى، بعد لما سبتها ترتاح شوية الفراخ مع التتبيلة، هبتدي احطها دلوقتي على شبكة. حطيت صينية تحتيها واحطها على شبكة زي ما انتم شايفين كده. هفرد الفرختين على الشبكة زي ما انتم شايفين. بجد التتبيلة جميلة جدا وتحفة بجد، وطعمها جميل جدا. احلى تتبيلة ممكن تعمليها ببصلاية واحدة وطماطم وشوية توابل من قلبك يحبهم وخلاص. بس كده تعملي احلى اكله بجد. ولو عندك عزومه اعملي الفرختين دي بجد، هتشرفك قدام اي حد بجد زي ما انتم شايفين كده. هبتدي برضو بقيه التتبيله مش هرميها، هنزلها برضو على الفراخ زي ما انتم شايفين كده، وادخلها بقى الفرن. انا مولعه على الفرن وادخلها الفرن. خدت مني حوالي ساعه ونص كده في الفرن. الفراخ طبعا عشان بتاخد وقت ممكن تاخد اكتر من كده، بس انا ساعه ونص ولقيتها كانت مستويه معايا واخده لون الجميل اللي انا عاوزاه، وطعمها بجد جميل جدا. بصوا هنا هقفلها بقى، بصوا الشبكه اهي هقفلها. لو عندك شبكه او على الفحم يا تعمليها كده تدخليها الفرن. هنا بدخلها بقى الفرن زي ما انتم شايفين اهو، واسيبها تستوي بقى براحتها على الاخر. هنا بقى دلوقتي بعد ما طلعتها بقى من الفرن، بصوا الجمال، واخده بجد مستويه وطعمها جميل جدا. بصوا كمان بقطعها معاكم عشان اوريكم، بصوا الجمال، مستويه بجد مهريه. وبصوا التتبيله جواها اهي جميله جدا بجد، تحفه.